السلام عليكم شيرات، ان شاء الله تكونوا كاع غايه لاباس مهنيين. انا صافا الحمد لله. اليوم فيديو جديد، عام جديد، اللهم اجعلها سنه خير علينا وبركه وتحقق فيها كاع امانينا وتزول فيها همومنا واوجاعنا، وربي يفتح لينا فيها ابواب الرزق والبركه ويكتب لنا فيها السعاده يا رب العالمين في كل خطوه. ليا وليكم اجمعين قولوا امين في لي كومونتير الشيرات. ما تنسوش لي جيم ولي كومونتير الحلوين اللي كيما نتوما. ونبداو الوصفه. كما راكم تشوفوا راني نحصر في التشينه، من اروع الوصفات اللي راح نديرها دروك. تحليه البرتقال بتجي بزاف بزاف شابه وبنينه، وهذا وقتها. ما كانش اللي ما يذوقهاش وما تعجبهاش. نروحوا نبدو في الوصفه، نبدو بسم الله على بركه الله. وهنايا لي زانغريديون تاع التحليه ساهلين بزاف. كما شفتوني في الاول حصرت التشينه تاعي. هنايا درت كاس كبير، والتشينه تاعي انا ما صفيتهاش، خليتها كيما راهي باش تجيني القوام تاعها يجيني ثقيل وتجيني لو غو تاع التشين كلي راكي تاكلي في التشينه. درت كاس عصير برتقال وزوج كيسان تاع الحليب، وراح ندير 3 مغارف تاع السكر. هنا دائما نقول لكم اللي تبغي الحلاوه تزيد. انا 3 مغارف جاتني الحلاوه معتدله وتجيني بنينه. ونديروا المايزينا، درت 2 مغارف كبار تاع مايزينا، هذا مكان. ومبشور البرتقال والفلون. عندي الفلون تاع لافاني كما راكم تشوفوا. راح نديرو هذه راح نعبرها معكم. راح تجيني 2 مغارف ونص تاع الفلون. اللي عندها الفلون تاع هذاك الباكي كبيره وكاع دير 2 مغارف ونص. اللي عندها هذه صغيره دير هذا الباكي، راني عبرت لكم جاتني 2 مغارف ونص. ونخلطهم ونديرهم فوق النار حتى تقالي ونطفي عليها. وهنا بعد ما تقلي الخليط نديرها في ريسيبيون ونغطيه بكونتاكت ببابي فيلم باش ما يديرليش هذيك الطبقه من الفوق. وندخلوها تبرد غايه، اللي تبرد مليح مليح ونخرجوها. وهنا بعد ما بردت لي زدت عليها كاس تاع كريم شانتيي ونخلط غايه بالباسور حتى تولي لي كريميه. شوفوا لي القوام اللي يكون ماشي ثقيل بزاف وماشي خفيف بزاف باش تجيني التحليه تاعي تجي بزاف شابه. وهنايا بعد ما كملت بعد ما خلطت نخلي بجهه، وراح نجيبوا لي فيغين والبسكوي اللي راح نديره. هنا البسكوي اي نوعيه ديريها. وهنايا عندي جو تاع تشينا، ولا اذا ما عندكش نجمي تعوضيه بالحليب. ونشمخ فيه الكاطو تاعي ونديره في لي فيغي. ولا تبغي ديريها في مول يكون كبير، لكن الاختيار يا مدام كيما تبغي. ولكن من الاحسن هادو الانديفيديال الملاح، كل واحد يدي لابارت تاعه ويخليك ترونكيل. المهم نكمل كاع الكاطو تاعي. وتنجمي ما ديرهمش في هاد لي مول، ديريهم في بلا يكون كبير كيما تبغي يا مدام. انا عطيتك الوصفه وانتيا ديريها في المول اللي بغيتي. وهنايا ندير كريمه الزوجه نديرها كطبقه ثانيه، ما نعمرش كاع الفيغين تاعي غير في النص، ونخليه يبرد بجهه. وراح دوكا نخدموا الطبقه الثالثه اللي راح نديروها من الفوق. وهذه الطبقه الثالثه اللي راح نديروها، عندي كاس تاع عصير برتقال تاع تشينا، ونديرو كاس تاع الماء. والسكر راح ندير 2 مغارف. كما قلت لكم اللي تبغي الحلاوه تزيد، انا التشينه تاعي حلوه زدت لها غير 2 مغارف، هذا مكان تاع السكر. ونديرو 2 مغارف تاع الفارينه ونخلط غايه. وراح درك ندير باتاغون تاع التشينه. هنا اذا ما عندكش الباتاغون ما ديريهاش، خليها غير هكا. ونخلط غايه غايه حتى تذوب لي الفارينه ونديرها فوق النار كي تتقالي نطفي عليها. وهنا كما راكم تشوفوا بعد ما تقالت لي خليها تبرد شويه ونديرها من الفوق كطبقه ثالثه. شوفوا هاد الكريمه تجي ما تجيش ثقيله بزاف، تجي شويه خفيفه. شوفوا هاد التحليه من اروع التحليات اللي تجي بزاف 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 بنينه وشابه. شوفوا غير جربوها وما تندموش، خاصه كرا مع البرد مع المومو تاع التشين وكاع التحليات كاع على كريب. شوفوا غير جربوها وما راحش تندموا على بنتها.
وهنا بعد ما بردت ليه راح نوريكم القوام تاعها كيفاش يجي، سيرتو كي تبرد ديال الشيرات واحد البنه كي قلت لكم تقلع لاغريب تقلعها، زعما صراحه تقلعها. شوفوا القوام تاعها يجي بزاف 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 بنين. انا هذه التحليه نديرها ونعاودها ما تتشبعش، على بالكم راني نصور فيها بزاف وهما يقارعوا باش ياكلوا. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم، ونتلاقوا ان شاء الله في وصفه جديده.